جايبين لكم شوية اساور ايطالي كلها مطرقعة، لازم تكملي الفيديو ده لغاية الاخر. ونبتدي باول اسورة على شكل زجزاج، اظن شكلها مختلف جدا جدا جدا، ومعمول عليها طبقة من الستانيه زي ما بيقولوا نقش ليزر. واظن الاسوره دي كلها ساده خالص، لا فصوص ولا قفل ولا حديد ولا سوسته ولا اي حاجه، هي بتتلبس على الايد على طول حته واحده. وعلى فكره مش موجود منها كتير لانها ليميتد بيسز. تاني اسوره معانا فيها ديزاين من قدام عامل زي الروبس كده ومحطوطين بطريقه عشوائيه، والاسوره دي عريضه للناس اللي بتحب الاساور العريضه، وشكلها طبعا خطير جدا ومختلف تماما، وفي الديلي يوز اكيد هتخلي اللوك بتاعك مختلف. بما ان الاساور العريضه طالعه ترند، احنا جبنا لكم العريض بس مش الكلبش. والاسورتين دول طبعا ينفع معاهم ليرنج، بس لازم يبقى ليرنج احترافي بعنايه شديده جدا، لان مش اي حاجه هتليق عليهم. وعشان كده بقى جبت لكم الاسوره الثالثه دي، ودي اسوره للناس اللي ايديها رفيعه. الاسوره دي ضربت كل العصافير بحجر واحد، زي الجاكيت الدبل فيس كده، ممكن تلبسيها من فوق وتخلي الراسين هما اللي على الوش وتبقى مفتوحه من فوق، او تقومي لفاها وتبقى مفتوحه من الناحيه التانيه ومن فوق مقفوله. وفي نفس الوقت الاسوره دي الليرنج معاها سهل جدا. وبس كده، قولوا لنا في الكومنتس انهي اسوره من دول عجبتكم اكتر، وهل بتحبوا الاساور المطرقعه دي ولا لا؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.